وجه ميعادنا مع الحلقة الثالثة من تنجيد الأنتريه. اتفرجوا على الحلقتين اللي قبل كده لو محدش اتفرج عليهم، مليانين معلومات مهمة. وادي الأنتريه بتاعنا وكل المصارين اللي طلعوا وفكناها منها، بقول لكم ما ترموهاش، هتنفعنا جدا. احسبوا بقى حسبتكم كويس جدا قبل ما تقصوا اي سفنج او قماش، بالذات السفنج زي ما انتوا شايفين. حاسبه حسبتي كويس جدا على الورقه، عامله بالسنتي العرض اللي هاخده واقصه عشان ما هقدرش او اقص غلط من السفنج. الطول والعرض اهو بتاع الكنبه الصغيره، انا هاخده من فرخ ال5 سنتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاسبه حسبتي كويس جدا زي ما قلت لكم وعلى الورق قبل ما اقص، عشان اعرف انا هقص ازاي من الفرخ 2 متر طول في عرض 120. خلاص، وهنا انا قصيت الفرخه خلاص، وهبتدي بقى ايه، نقلب كده الكنبه. خلاص هنبتدي بقى في الجد. ادي السفنج اللي انا قصيته من اول فرخ، انا جايبه فرخين 5 سنتي زي ما شرحت في الفيديو اللي قبل ده. هاخد من كل كنبه ظهر، والباقي واحده هيبقى لي الكرسيين زي ما انتوا شايفين. دي الكنبه الصغيره هيطلع منها ظهريه الكرسيين، وكمان هنعمل لها توصيلات. تابعوني عشان تفهموا كل حاجه، وهيفيد كمان شريطه طويله من تحت. تمام، عشان تعرفوا معلومات كافيه عن السفنج وكل الخامات. شوفوا الحلقه اللي قبل دي. انا هنا بطمن ان تمام، وكمان سبت فراغ من شويه من تحت 5 سنتي عشان اوفر على قد ما اقدر من السفنج، ما تتهوروش وتقصوا. خلاص، بعد ما اطمنت رحت قلبها تاني على القاعده عشان ابتدي بقى نلزق. خلاص، انا شفت مكانها هتريح فين. ده الغيره. وعايزه اقول لكم استعملت فرشه، وبعد ما سبتها عشان اشتغل تاني يوم نشفت. فانصحكم ولا خشبه ولا فرشه ولا اي حاجه بيستخدموها غير اي فرشه سيليكون عندكم، اشتغلوا بيها. اي معلومات عن غيره برضو في الحلقه اللي قبل دي. ونبتدي نوزع. ده الغيره البرنس، هتعرفوا كل المعلومات زي ما قلت لكم. خدوا بالكم من التوزيع، والشغل بالغيره مهم جدا جدا مع اي تعامل بالسفنج. انا بشتغل على القماش القديم لاني شايفاه كويس جدا ومشدود حلو جدا ومش متقطع والكلام ده. لقيتيه مش كويس شيليه، هتلاقي كده كده تبطينه تحتيه، الزقي عليها وكملي شغلك تمام جدا. لازم بالغيره بتلزقي الوشين اللي هيتلزقوا على بعض ايا كانت. تمام، بتدي وش هنا ووش هنا زي ما انتوا شايفين. انا بستخدم هنا الغيره اللي بالفرشه، للأسف هو لازق شوية. استخدموا تدوكوا على ضمانتي، هيبقى أخف اللي هو بتاع الرش، ويبقى أحسن، وهيرمي معاكوا إلا الكيلو يرمي معاكوا كتير. وبعد كده بستنى شوية، لو 5 دقايق نستنى لو اللي هو الغراب الفرشة، 3 دقايق بس لو الدوكو. وبعد كده احط بقى الفرخ السفنج بتاعي وتضغطي كويس جدا، اخطف فوقيها جامد بالشكل ده، والتوزيع يبقى متساوي بالفرشة او عصاية سيليكون. عارفين الفرشة السيليكون دي حلوة جدا في التوزيع لان الفرشة كانت بتنشف. خلاص، دي كده بالنسبة للزق فرخ السفنج في ظهرية الكنبتين. هنعمل نفس الموضوع. تعالوا اوريكم نقطع السفنج ازاي. بعلم بالشكل ده، كل جزء تعلمي، يعني مثلا تسيبي 20 سنتي وتعلمي هكذا، وبعد كده تشدي خط بالمسطرة. بعد كده صفيحة منشار حلوة زي دي من عند اي موان، او تجيبي العريضة شوية، او تجيبي اللي هو اللي بيقولوا عليه السراق، ده يبقى حلو معاكي جدا واحسن. وتعالوا شوفوا واحدة واحدة انا بنشر ازاي. بحطها بالشكل ده وتميليها شوية عليكي، وتبتدي تنشري واحدة واحدة، وتثبتي ايدك على الخط اللي انت شداه بالمسطرة والقلم، وكده تقطعي قطعية ممتازة. ده السفنج ال5 سنتي. كل المعلومات عن السفنج والغيره هتلاقوها زي ما قلت لكم في الحلقه اللي قبل دي، بالاسعار ومنين ومعلومات تفصيليه. زي ما انتم شايفين ده دي الحته الطويله كانت تقريبا حوالي 5 سنتي. الصالونات اللي زي كده فيها فارغ زي ما انتم شفتوا، فعشان اعمل بومبي وشغل صح ويبقى كده شكله فاخر، قلت املاها واحط الزق فيها شريطه طويله. وطبعا حطيت في القطعة الطويلة اللي انا قصيتها دي غيرة من تحت ومن الجنب، وبرضو ده عشان كان غيرة بفرشة. سبته شوية حوالي 5 دقايق وبعد كده لزقت. لو الدوك هيبقى اسرع زي ما اتفقنا. خلاص، لازم تسيبيه شوية في الهواء عشان يلزق.
وبعد كده كل القيمة البارزة دي انا ما نشرتهاش، اي حتة طالعة بارزة شوية عن الشريطة دي انا رحت حاطه لها برضو قطع من السفنج. تمام، وكده انا نزلت بالكيرف بالحتة كده اللي هي في اول الكنبة بتاعت الظهر. طب الحتة دي بقى انا عايزة احط لها، يعني احط لها حتة زي توصيلة. فانا كان المفروض التوصيلة اللي انا عاملاها الشريطة الناقصة من فوق دي اكملها، لان قصرت شوية واستعجلت وقصيت، او كنت عايزة اوفر على قد ما اقدر من السفنج. يعني توفري وتوصلي بعدين احسن ما تضطري تقصي وتحتاجي سفنج بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا قصيتها كده بالويم، حطيت الجزء الزيادة ده على ده، وهلزقه دلوقتي بالسفنج عشان اوصل. والحتة المربعة دي اتأكدت كويس جدا انها هتلف، يعني هي بزيادة قوي من الجنب من فوق ومن تحت عشان تلف كده بالبومبي حوالين الخشب كمان. تاخدوا بالكم من الحتة دي. وطبعا قصيت على قد الكيرف زي الحتة اللي في ايدي دي اللي بلزقها من الناحية التانية من تحت كده بالويم بالقطر، على اساس تيجي مع ايه التدويره بتاعه الدراع بتاع الكنبه. لما نيجي نلزق الحتت الدقيقه دي ناخد بالنا، فاهميني؟ تلزقوا حته حته. انا لزقت الحته اللي تحت مع الضغط لتحت قوي زي ما انتوا شايفين عشان تنزل بطولها. اتاكدت انها لزقت، اكمل بقى من فوق. احسن ما تحطي غيرها وتنزلي بالقطعه مره واحده وتلزق منك، ولو غلطتي مش هتعرفي تفكيها، لانه بيكلبش كأنه قطعه واحده. دي حلاوه الغيره بتاع السفنج. خلاص، هنا اكمل الحته اللي فوق اهي. وطبعا زي ما انا وريتكم انها اهي بزياده، بزياده اهي، عشان اقدر الف بقى بيها حوالين الجنب اللي هو ده بتاع الكنبه، اللي هو الحته الاولانيه دي. حطيت بقى غيرها في الحتة دي وسبتها تتهوى شوية 3 4 دقايق وابتديت انشف. انتي يعني من خلال تعاملك مع الغيرة هتعرفي كل نوع انتي تجيبيه هياخد وقت قد ايه وان هو بيلزم. وابتديت بقى عشان طبعا انا سايبه زياده من فوق في الفرخ دي، لازم تعملي حسابها في القص. عشان هنعمل بومبي يعني نضمها على الخشب وعلى حتة السفنج اللي انا عملتها هنا بالشكل اللي انتوا شايفين. طبعا سبتها شوية 3 4 دقايق كده، وابتديت بقى ايه، خلوا بالكم من ايديا انا بعمل ايه بالظبط. بضغط واسحب وارمي على قدام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بتأكد بس انها ايه، بقت قوية، الغيرة تمام نشف. وعلى معلومات كاملة يا جماعة وبالراحة عشان تقدروا تنفذوا ورايا، الموضوع ده أنا عارفة هيفيد ملايين الناس. بس ادي كده الحتة البومبي قوي اللي هي في أول ظهر الكنبة. بصوا حتى بعمل ايه بإيدي عشان أتأكد إنها لزقت. المنجد بقى عنده دباسة كهرباء، فبيعمل الحتة دي تك 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 بالدبابيس جنب بعض، فما بيشغلش دماغه بالكيرفات دي. احنا ما عندناش الامكانيات دي. بحاول اوريكم ادق التفاصيل عشان تقدروا تنفذوا وتطلعوا فينش باحترافية عالية. على فكرة ده شغل انا تعبت فيه وقعدت افكر فيه كتير لغاية ما قدمته لكم بالشكل ده. دعمكم مهم جدا باللايك وبالمشاهدة الكاملة يا جماعة، ان انتم ما تفوتوش لقطة. وزي ما انتم شايفين انا سويتها بقطر من الجنب من هنا، على اساس انا عايزاها السفنج بعد ما عملت لهم بومبي يبقى متساوي وماشي كده خط واحد. بصوا اظبطوا ايديكم على قد ما تقدروا. وبعد كده انا كملت هنا لقيت المشرط بيسحب مني قوي، عملت بيه سلاح منشار صغير، اي سلاح منشار عندكم اللي هو اللي فيه شرشرة كده. ظبطت ايدي، حطيتها بسوى تحت الخشب وابتديت اضرب لفوق. يعني ايه، عايزه اقول لكم خلوا بالكم قوي عشان تطلع معاكم متساوي. انا عملت الاول اهو، هعمل التاني، احط الغيره واستنى ينشف شويه واعمل البومبي اللي زي ده الناحيه التانيه. الكنبه لو عايزين تعملوا الدراع قبل ما تعملوا الظهر ممكن، او تعملوا الظهر وبعد كده الدراع برضو ممكن، على فكره سهل. طبعا انا الدراع عندي ده التنجيد الاصلي، فبرضو الاساس متين، القماش متين، فهنشتغل عليه. والحته الخشبه برضو الحته اللي هي الفرق ده هنكمله بسفنجة، هوريكم نعمل ايه دلوقتي. تمام. شايفين بقى انا كنت جايبة، قلت لكم في الحلقات اللي قبل كده انا جبت سفنجة 1 سنتي. انا جبت فرخ واحد للأسف، وهكفيه على قد ما اقدر بالحتت اللي هقول لكم والمناطق اللي هقول لكم عليها. فلزقت في الجزء اللي انتوا شايفينه ده
قسمت الاول على الاربع دراعات بنفس المقاس، ومش لازم قوي اعمله للاخر. حطيت بس الحته اللي هي بتتحط عند المسند اليد من فوق، تهمني انها بس تبقى ايه، منتفخه، لكن تحت مش لازم، هيتشد قماش وهيشد كل ده. ابتديت بقى زي ما قلت لكم احط هنا توصيله، عشان زي ما عملت في الظهر الفرق اللي حطينا فيه شريطه طويله كده من السفنج او قطعه طويله من السفنج، احط برضو هنا زي ما انتم شايفين، عشان يبقى كله سوا واحد. مش عايزه المطب ده او الفجوه دي. حطيت الغيره بتاعي على برضو المنطقتين اللي هيلزقوا مع بعض على نفس الوشين بالشكل اللي انتم شايفينه، واسيبه ينشف شويه. وكل المعلومات عن الغيره موجوده على على القناة في الحلقة اللي قبل كده. السلسلة غنية جدا بالمعلومات، يا ريت تتفرجوا عليها كاملة وما تعدوش حاجة أو تفصيلة عشان تقدروا تنفذوا من وراي. وابتديت ألفها على الدراع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا دي حتة فايضة، لسه هوصلها عشان توصل لتحت، فعادي خالص. التوصيلات دي احسن ما اقصلها، يعني مش بقص الحاجات دي مخصوص، بقص الاول الظهريات بتاعه الكراسي والكنب، والفوايد بقى بعمل منها الكلام ده كله، وابتدي اوصل. يعني في توصيله لسه تحت، لزقت خلاص اهي بالشكل ده. وزي ما قلت لكم لسه هكمل الحته اللي تحت، بصوا بقى متساويه السطح ازاي. كمان لزقت برضو الدراع التاني، وفي نفس التوقيت عملت المسندين دول، وعملت برضو الكنبه اللي وراها زي ما انتم شايفين. بشتغل عشان اشجع نفسي، منطقه منطقه بشتغلها في الكنبتين واخلص. شايفين بقى الفايبر الحلوة ده، الرول ده كله انا كنت شارياه ونزلت تاني مخصوص. يعني قعدت غلط نفسي اقول ما جيبوش اوفر، بس طلع ان ليه بقى ايه، ليه شغل جامد جدا. الرول ده كله بيتباع بالوزن، لازم تجيبيه كده تمسكيه تحسيه ان سميك في نفسه، ما تجيبيش الخفيف. هو بيتباع بالكيلو على حسب الوزن. كل ده كان عامل 300 جنيه. حطيت برضو حتة كده، ودي برضو فوائد حطيتها من فوق. يعني بصوا كنت بوفر قوي على قد ما اقدر وانا شغالة، ما كنتش بتسرع واقعد اقص. وبعد كده حطيت من فوقيهم بقى حتة السفنج الرقيق ال1 سنتي. عرفتوا بقى ايه فايدة السفنج ال1 سنتي؟ الفايبر نفش شوية وده ساوى كله على بعضه، عشان برضو نحس لما تيجي تحطي القماش بتاعك تحسي ان مفيش حاجة طرية قوي، في حاجة برضو ماسكة نفسها. وطبعا سايبة زيادة وتقصوا على القد. ليه بقى سايبة زيادة كده؟ عشان اعملها بقى اغطيها واحطها في الفجوة من هنا. انا كنت لازقة الحتة دي، وبعد كده جيت فتحتها بصوابعي زي ما انتوا شايفين، ودخلت وغطست فيها السفنج بتاعي بالشكل ده. عشان كده لازم نعمل زيادة، ادت بقى فخامة. وناخد بالنا من ايديا بتعمل ايه هنا، بسحب كل فارغ الهواء واشد على قد ما اقدر، بس في نفس الوقت بالراحة، اللي هو طبقة السفنج الخفيفة مع الفايبر. وهبتدي من تحت، انا عاملة طبقة السفنج اطول من الفايبر، وهبتدي الزق بشوية غيرة كده. تمام، بوزع واسيبه برضو شوية وادوس والزق كده. انا مش لازم برضو نعملها للاخر، يعني للآخر خالص لحد القاعدة. حلوة كده على قد نفخة الدراع، اتنجد زي ما احنا عايزين يتنفخ، وفي نفس الوقت بقى شكله حلو. وخلاص كده تمام، قضى الغرض، مش لازم نكلف زيادة عن كده. اما الزيادة من هنا بقى هتروح ناحية الظهر وتتحط تحت شغل الظهر. خلاص كده نفخة الدراع بقت تمام معانا وخلصت، ما فيهاش شغل تاني غير تغطية القماش معانا. وهنسيب الحتت دي مفتوحة برضو زي ما هي، مش هنلزقها علشان خاطر هنحشر فيها القماش. وهنوصل الحتة اللي تحت دي زي ما انتوا شايفينها ببقيتها برضو بحتة سفنج. الحلقة بتاعتنا النهاردة عملنا فيها ظهر الكنبة الكبيرة والكنبة الصغيرة، وفنشنا الدراعين. البومبي الجميل ده الحمد لله ظبط معايا وعجبني جدا. خلوا بالكم من كل التفاصيل الصغيرة عشان ينجح معاكم الشغل. اتفرجوا على الحلقة الأولى والتانية، مليانة معلومات مهمة جدا، ازاي تأهلوا الأنتريه بتاعكم وتحضروا للتنجيد، والمشتريات المهمة. سر الصنعة بقى اللي كشفناها لكم بتاعة المنجد، وبيجيب خاماته كمان منين. دعموا الفيديو بلايك ومشاهدة كاملة عشان أقدر أواصل في تقديم السلسلة دي وغيرها كمان، إن انتوا تشجعوني. الحلقة اللي بعد كده هيبتدي بقى الانتريه بان، هنشد بقى القماش وهوريكم كل معلومات عن القماش وشوية تفاصيل تانية هتوضح الشكل النهائي. سلام.